الإمارات اليوم قبول رئيسها محمد بن زايد النهيان دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى ما يسمى مجلس السلام المعني بقطاع غزة. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية أن رئيس البلاد قبل دعوة الولايات المتحدة للانضمام إلى مجلس السلام، ما يعكس أهمية التنفيذ الكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب. بالمناسبة، أين السلام؟ المجلس موجود يتشكل، السلام غير موجود تماما، لأن مثل مجلس الأمن كاين مجلس ولكن لا يوجد أمن، لذلك يسمى تهكما مجلس اللا أمن. فمثل الأمم المتحدة لا توجد أمم متحدة، توجد أمم مفككة، كل أمة تدافع عن مصالحها الخاصة. فمجلس السلام أصلا كان جزءا من خطة وضعها ترامب لوقف إطلاق النار والحرب والدمار في غزة، ولكن الاختراقات الكبيرة، التجاوزات الكبيرة التي يقوم بها الكيان الصهيوني، الشهداء يسقطون يوميا، تجعل هذا المجلس عبارة عن خيال، عن فكرة خيالية. ومع ذلك ترامب وزع دعوات من يريد الانضمام، أرسل دعوات إلى الكثير من دول العالم. تصوروا من استجاب للدعوة، من هرول إلى مجلس السلام مثل الهرولة للتطبيع رئيس الإمارات، ومن سبقه في الهرولة بساعات ملك المغرب. يعني عجيب أنهما من أوائل الزعماء، بين قوسين الزعماء لأن الزعامة أيضا عندها تفسير، من أوائل رؤساء الدول والملوك الذين أعلنوا انضمامهم إلى هذا المجلس المسمى مجلس السلام. فبعد الإمارات التي أعلن رئيسها بأنه انضم إلى هذا المجلس، أعلنت أيضا سابقا وزارة الخارجية المغربية أن الملك محمد السادس قبل دعوة الرئيس دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام كعضو مؤسس. يعني حاجة كبيرة، عضو مؤسس ويزيدوها له في السي في. وكان ملك المغرب عضوا مؤسسا في مجلس السلام الذي أوقف الحرب في غزة، مثلما كان رئيس لجنة القدس، وهو لم يدافع عن القدس في يوم من أيام حياته. مؤكدة أن المملكة ستصادق على الميثاق التأسيسي للمجلس، وتصف المبادرة بأنها آلية لدعم جهود السلام باعتماد مقاربة جديدة لتسوية النزاعات عالميا. وطبعا تعرفون بأن من يأخذ العضوية يدفع $1,000,000,000 نقدا. يعني رئيس الإمارات سيدفع $1,000,000,000 نقدا، وملك المغرب سيدفع $1,000,000,000 نقدا. طبعا معروف لماذا يفعلان هذا، فلكل خطته ومآربه وأهدافه، والتي باتت معروفة للجميع. على كل حال، مجلس السلام ما هو إلا مطية، إلا أسلوب. مجلس السلام والتطبيع مع الكيان الصهيوني وتنفيذ المخططات الغربية ما هي إلا وسيلة لتنفيذ مآرب شخصية لهذه البلدان أو هذين البلدين تحديدا. معنا الدكتور عيد زغلامي، المحلل السياسي والأستاذ الجامعي. دكتور زغلامي، مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير الأخ قاد إليك ولا تقم معك كل متتبعي قناة الشروق. أهلا بك، أهلا بك. كيف نفسر دكتور من وجهة نظرك السرعة التي وافقت بها الإمارات وقبلها المغرب على الانضمام لمجلس السلام وتلبية دعوة ترامب؟ طبيعة الحال هذين النظامين سبق في وقت مضى أنهما وقعا على اتفاقية براهم، وفي نفس السياق فهما يخضعان إلى أوامر سيادهم وهم في واشنطن وفي تل أبيب. لا هناك لا غرابة بتاتا أخذ في الأمر، كلما في الأمر أن أن هاتين الدولتين فهما أداة من أدوات تنفيذ خطة ترامب التي من خلالها يريدون القضاء على القضية الفلسطينية لا أكثر ولا أقل. وكنت ذكرت في التمهيد بأن يعني على سبيل المثال الملك محمد السادس فهو رئيس لجنة القدس. أين نحن من القدس؟ أين نحن من تحرير القدس؟ فالأمور يعني وكأنها يعني بديهية. والرئيس ترامب الذي الآن حدث زلزال في العلاقات الدولية وفي النظام الدولي، ها هو يسرع لتشكيل ما يسمى بمجلس السلم، وكأنه يريد معارضة
الأنظمة الأممية يعني تشكلت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، بما فيها منظمة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن. فهو من خلال هذه السياسة، ونرى كما تفضلت مرة أخرى أنه أي دولة تريد يعني الانتماء فهي لابد أن تدفع مليار دولار نقدا كما تفضلت. لماذا هذا؟ هو يعني يقول بأن رئيس بطبيعة الحال دونالد ترامب يقول بأن هذه الأموال سنقوم باستعمالها في الاستثمار وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين أو في غزة. ولكن المعروف على دونالد ترامب هو يعتمد سياسة المقايضة أو دبلوماسية المقايضة، ترانزاكشنال دبلوماسي. ما كانت حتى حاجة عندها لوجه الله أو للصداقة أو للقيم. كل ما في أي خطوة يقوم بها هو للمصلحة الأمريكية قبل كل شيء ومصلحته الخاصة بالتمام.